السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن التصوير من تليفونك. اقول لك النهارده على شويه حاجات هخليك تصور فيديو جامد قوي من تليفونك. اعمل لايك واشترك في القناه. يلا بينا بقى. وطبعا في حاجه مهمه قوي بعد ما نعمل الحاجات اللي انا هقول لك عليها النهارده عليها في الاخر. لو نفذت اللي انا قلت لك عليه كله وما نفذتش الخطوه الاخيره اللي انا هقول لك عليها، صدقني مش هتطلع بكواليتي فيديو حلو خالص. فانت لو حابب تصور فيديوهات او حابب تعمل محتوى على اليوتيوب فكمل الفيديو للاخر عشان تاخد المعلومه كلها. تعال بقى انا اقول لك على اول غلطه ما تعملهاش وانت بتصور فيديو. ما تصورش كاميرا التليفون العاديه. بس كده زي ما قال لك محمد الصغير، ما تحاولش تصور بكاميرا التليفون، حاول تصور بالوضع الاحترافي، او ما عندكش الوضع الاحترافي في التليفون حاول تنزل ابلكيشن زي اوبن كاميرا. في برامج تاني برضو للايفون تفعل منها الوضع الاحترافي، تظبط الايزو والشاتر سبير والفوكس وده كله تقدر تظبطه، ودرجه حراره اللون اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا بالظبط. تفتح الابلكيشن وتبدا تنفذ معاه الخطوات اللي انا بنفذها بالظبط، الخطوات واحده. طبعا اول حاجه هنفتحها معايا انا في التليفون بتاعي، ممكن تبقاش موجوده عندك، العدسات. طبعا عندي العدسه اللي هي وعندي العدسه المفتوحه اللي بتجيب لك الزاويه واسعه قوي. يعني انت لو عندك المكان ضيق ممكن تصور بالعدسه المفتوحه، لما العدسه بتكون مفتوحه اكتر كل ما الضوء بيخش للتليفون اكتر. يعني احنا لو صورنا بالعدسه المفتوحه مثلا الايزو شويه والشاتر سبير شويه عشان يظبط معانا العدسه. بس انا هبدا اصور بالعدسه الاساسيه عندي في التليفون بتاعي. وفي برده خطوه مهمه قوي، حاول ما تصورش بالكاميرا الاماميه في البدايه. انا في الاول ما كنتش بعرف اصور بالكاميرا الاماميه عشان بشوف نفسي ومفيش ثقه شويه، بس بعد كده غيرت للكاميرا الخلفيه، وطبعا في اختلاف 180 درجه. فانت لو بتصور بكاميرا 16 او 8 دي بتصور بكاميرا 108 او 50 كده كده اكيد الكاميرا اللي ورا بتبقى اعلى من الكاميرا الاماميه. بس فانت حاول تصور بالعدسه الاساسيه. طبعا اول حاجه موجوده عندي بعد العدسه كده هي الايزو. قيمته ايه معانا؟ الايزو ده كل ما بيعلى كل ما النويز في الفيديو او في الصوره بتكتر. يعني انت حاول تقلل الايزو على قد ما تقدر. يعني انت مثلا لو بتصور بايزو 200 او ايزو 300 فالنوز عندك بيكتر، لو بتصور بايزو 100 فالنوز عندك بيكون مظبوط شويه. لكن في الضوء اللي بيخش سنسور العدسه بتاعه الكاميرا بتاعتك او بتاعه التليفون بتاعك، فانت حاول تصور على اقل ايزو عندك عشان ما يكونش في الصوره بتاع الفيديو نويز. انا مثلا في حالتي ايزو 80 لايزو 120، فانت حاول تظبط على حسب الاضاءه عندك، برضو تفرق الاضاءه معاك كتير قوي. تاني حاجه معانا هو حرف السي اللي بيرمز للشاتر سبير او الشاتر. هو الشاتر، معرفه الشاتر سرعه الضوء اللي بتخش للفيديو. افهمك، يعني انا مثلا ممكن احط لك الفيديو اللي قدامك ده دلوقتي، انا حبيت مثلا اصور صوره وفي رسم في الضوء كده في المنتج بتاعي، فانا بدات احط المنتج بتاعي واجيب فلاش التليفون واحرك الفلاش عليه من هنا كده، خلي الشطر 1 على جزء من الثانيه، فطبعا الصوره طلعت معايا زي ما انت شايفها كده بالظبط. فهو ده معروف الشطر. وطبعا لو حبيت اصور حاجه سريعه بتجري فانا اكيد لازم اعلي الشطر على اقل حاجه عندي. طبعا انا اعلى حاجه عندي في التليفون ال 4000 مثلا. عندي في الاستوديو بصور على 1 على 50، لو نزلت شويه 1 على 40 فطبعا الاضاءه اللي ورايا الحمراء دي بتبدا تنغنش. طبعا ثالث حاجه معايا هي حرف الاف اللي بيرمز للفوكس، تبدا تظبط الفوكس من كاميرا التليفون بتاعك. بص على حرف الاف فبيفتح لك كده شريط تبدا تحركه وتظبط الفوكس بتاعك بالظبط. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، حاول وانت بتصور تفعل الشبكه بتاعه كاميرا التليفون عشان تظبط الكادر بتاعك بالظبط، ما يكونش فيه ميل في الكادر. طبعا اخر حاجه معايا ديت هي درجه حراره اللون، ودي حاجه مهمه قوي معاك. طبعا درجه حراره اللون لو سبتها على حرف الايه تبدا يظبط معايا هو الدرجه براحته زي ما هو عاوز بيظبط. طبعا لو طلعنا فوق كده فهنروح للون الزهري، لو نزلنا تحت هنروح للون التلجي. فاحنا بنحاول نظبطها من هنا كده على لون درجه الشمس بالظبط. يا اما تختار اختيار من الاختيارات ديت ونخليها على درجه لون الشمس كده. طبعا لو ما عندكش الوضع الاحترافي في التليفون بقول لك في برنامج اسمه اوبن كاميرا، تبدا تسطب البرنامج عندك وزي ما انا بقول لك بالظبط هتعمل هو اللي موجود هنا واللي موجود هنا، بس انا التليفون بتاعي التصوير الاحترافي. فانت اكبر غلطه ممكن تقع فيها انك تفتح كاميرا التليفون وتبدا تصور. فانت حاول تصور بالوضع الاحترافي وبعد فتره هتاخد عليه وتظبط الفيديو بتاعك. وفي نقطه ثانيه مهمه قوي برده معايا، زي ما شفنا فوق كده انا عندي مثلا بصور 1080 على 30 فريم او 60 فريم في الثانيه. فريم ده معناته ايه؟ في فيديو انا هصوره لك، نجيب ميه ونكبها في كوبايه، وهنبدا نجيب ميه تاني ونكبها في كوبايه برده. هنصور دي على 1080 30 فريم ودي على 1080 60 فريم، وهنخش نعمل سلو موشن، احنا نبطئ الحركه وهنشوف ده ونشوف ده. طبعا زي ما انت ما شايف اللي متصور على 30 فريم تحس ان هو مش ناعم معاك في الحركه، تحس ان هو بطيء كده معاك، واللي متصور على 60 فريم في الثانيه بينزل معاك للنص ل 30 فريم، فبيبدا تشوف الفريم معاك عادي خالص ما فيش اي حاجه. فانت تعمل فيديوهات يوتيوب حاول تصور على 30 فريم. لو بتاخد فيديوهات لحد في الشارع او تعمل مثلا اعلان او الكلام ده كله حاول تصور على 60 فريم او 120 فريم حسب ما تليفونك بيدعم. وطبعا في نقطه اخيره مهمه قوي للحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها عشان تقدر بقى تاخد فيديو جامد قوي
انت بتعمل الخطوه ديت هي اللي بتبدا بين كل الخطوات اللي انت عملتها. المونتاج بطريقه سهله خالص. المونتاج تظبط درجات اللون كلها في المونتاج. انت لو صورت فيديو حلو قوي ظبطتش درجات اللون في المونتاج، صدقني الفيديو بتاعك يبقى وحش قوي. لكن انا ممكن اصور فيديو ضعيف زي كده زي ما انت ما شايف كده، ده اظبط درجات اللون من تليفونك، مش محتاج لاب ولا محتاج اي حاجه خالص، من تليفونك على برنامج كاب كات. وكده كان ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي او اللي بعد منه هنشرح فيه برنامج كاب كات وازاي بعمل عليه فيديوهات لليوتيوب، وازاي البرنامج ده بيقدر يساعدني ان اطلع فيديوهات احترافيه قوي. فانت خليك متاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، عشان اول ما انزل الفيديو يجيلك اشعار على طول. طبعا ما تنساش تدعمني باللايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. حاول تصور، يعني انت ما كفايه كده بقى، كفايه مستني التليفون المناسب وكفايه مستني الاضاءه المناسبه. حاول تصور، يمكن ربنا يكرمك ويبقى هو ده المحتوى بتاعك اللي انت نفسك تعمله مثلا ومكسل. يا رب اكون قدرت اساعدك بمعلومه حتى لو صغيره. سلام يا صاحبي.